قل أعوذ برب الفلق. لا يمر على مسلم يوم إلا وهو يقرأ سورتي الفلق والناس، ومن تأمل فيهما وجد معنى لطيفا، وهو أن في سورة الفلق جاءت الاستعاذة بصفة واحدة وهي برب الفلق، وفي سورة الناس جاءت الاستعاذة بثلاث صفات: الرب والملك والإله، مع أن المستعاذ منه في سورة الفلق ثلاث أمور: الغاسق والنفاثات والحاسد، بينما المستعاذ منه في سورة الناس أمر واحد وهو الوسواس، لنعلم أن مضرة الدين أعظم من مضرة الدنيا وما فيها، فإذا بقي الدين بقي كل شيء، وإذا ذهب الدين ذهب كل شيء. أنوار التنزيل